ألم الأسنان دي مشكلة أغلبنا تعرض ليها، وكلنا مش بنقدر نستحمل الألم دون، فبنضطر إن احنا ناخد مسكنات لحد ما نروح للدكتور، وبنبقى ساعتها عايزين نعرف إيه أحسن وأقوى مسكن ممكن أستخدمه عشان يقلل الألم دون. يلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور مصطفى هيكل. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ألم الأسنان، وقلنا في نوعين من العلاج. النوع الأول هو انك بيبقى في شوية حاجات موجودة عندك في البيت تقدر تستعملهم عشان تقلل الألم دون لحد ما تروح للدكتور، وهسيب لكم الفيديو دون في الوصف أسفل الفيديو، متنسوش تشوفوه. وبعد كده قلنا هنتكلم في الفيديو اللي جاي عن العلاج بالمسكنات. طيب هو ايه بقى أفضل وأحسن نوع مسكن ممكن استعمله عشان أقلل الألم دون لحد ما اروح للدكتور؟ بس قبل ما ندخل في الموضوع ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير عشان كل الناس تشوف الفيديو. يلا بينا. اول حاجه هنقول على المسكنات اللي الناس اللي هم ما عندهمش لا امراض كبد ولا كلى، ولا عندهم اضطرابات في المعده، ولا مشاكل في القلب، يعني من الاخر الناس السليمه خالص تاخد انهي انواع من المسكنات. تاني حاجه هنتكلم عنها برضو المسكنات الخاصه بالاطفال، يعني لو طفل عنده الم في اسنانه يقدر ياخد نوع مسكن ايه غير المسكنات بتاع الكبار. تالت حاجه هنقول على انواع معينه من المسكنات بتاخدها الست الحامل اثناء فتره الحمل، بحيث ان هي ما تضرش لا الجنين ولا تضر نفسها. وبعد كده برضو ما نسيناش الناس اللي هم عندهم امراض كبد وكلى ياخدوا انهي انواع برضو من المسكنات، والناس برضو اللي عندهم اضطرابات في المعده ياخدوا مسكنات ايه برضو. اول نوع معانا بقى من المسكنات اللي الناس السليمه خالص واللي ما عندهمش اي مشاكل ان هم بياخدوها زي البايبروفينيد. البايبروفينيد ده يعتبر من اقوى المسكنات والمضادات للالتهاب اللي بنستعملها، وسعره بيكون رخيص جدا، بيتاخد كل 8 ساعات. طبعا النوع المسكن ده ممنوع للست الحامل والناس اللي هم عندهم امراض في الكبد والكلى والناس اللي عندهم اضطرابات في المعده والحاجات دي كلها، والاطفال كمان. المسكن ده مش امن ليهم. تاني نوع من المسكن معانا هو الايبوبروفين. الايبوبروفين يعتبر برضو من اقوى المسكنات ومضادات الالتهاب اللي بنستعملها في حالات الم الاسنان، وبيبقى سعره مش غالي قوي، سعره رخيص جدا. ده بيتاخد كل 6 ساعات. طبعا برضو ممنوع للناس اللي عندهم امراض كبد وكلى والستات الحوامل، يعني من الاخر هو للناس السليمه فقط اللي هم ما عندهمش اي مشاكل خالص. ثالث نوع معانا من المسكنات هو الكتافلام. يعتبر الكتافلام برضو من الحاجات المشهوره جدا واللي اغلبنا عارفينها انه بيسكن الم الاسنان. بيتاخد كل 8 ساعات بعد الاكل، وطبعا زي ما قلنا برضو دي للناس السليمه فقط، ما ينفعش اديهم للناس اللي هم عندهم امراض كبد وكلى والحاجات دي كلها. رابع حاجه بقى هو الكتافاست، برضو مشهور جدا وكلنا اغلبنا عارفينه، بس الكتافاست ده بيبقى فوار. الفوار ده بيبقى سريع جدا عشان بيتاخد وهو دايب في الميه، فسهل جدا امتصاصه. طيب نيجي بقى للمسكنات الخاصه بالاطفال. لو طفلك عنده الم في اسنانه ومحتاجه تديله مسكن، طبعا اكيد مش هتديله المسكن اللي هو بتاع الناس الكبار، لا، الاطفال ليهم مسكنات خاصه بيهم بيكون التركيز فيها قليل شويه عشان ما تسبب لهمش اي ضرر. زي ايه بقى المسكنات الخاصه بالاطفال؟ زي البروفين 100 مللي جرام، وده بيبقى شراب بنديه للاطفال كل 6 أو 8 ساعات، يعني تقريبا من 3 ل 4 مرات يوميا، وبيبقى شراب. ليه بقى ما بنديش للاطفال حبوب؟ لانه في اطفال لو هم اعمارهم صغيرين شويه بيبقى سهل جدا عليهم ان هم يشربوا الدواء اكتر من ان هم يبلعوا حبايه. وفي كمان نوع تاني برضو من المسكنات بنديه برضو للاطفال، هو الباراسيتامول 120 مللي جرام، ده برضو بيتاخد شراب للاطفال. وطبعا الكميه بتاعت الدواء دي بتعتمد على عمر الطفل، يعني كل فئه عمريه معينه بتاخد نسبه معينه من الدواء بتبقى تحت اشراف الطبيب. طبعا لو طفلك عنده اي مشاكل صحيه تانيه لازم برضو يتاخد الادويه دي تحت اشراف الطبيب. طبعا كده عرفنا لو طفلك عنده الم في اسنانه هتديله ايه من المسكنات لحد ما تروح للدكتور عشان يعالج سبب الالم ده. نيجي بقى للستات في فتره الحمل. يعتبر دي من اكتر الاسئله اللي بيسالوها الستات في فتره الحمل، ايه امن واحسن نوع مسكن بالنسبه ليا ولطفلي بحيث ان هو ولا يضرني ولا يضر طفلي؟ طيب ايه بقى افضل مسكن ممكن الست الحامل تاخده اثناء فتره الحمل؟ زي الباراسيتامول 500 مللي جرام. طيب بس كده ولا في نوع تاني من المسكنات ممكن الست الحامل تاخده؟ ايوه، في نوع تاني اسمه الابيمول. الابيمول ده 500 مللي جرام، ده برضو مسكن امن للستات الحامل. طيب بالنسبه بقى للناس اللي هم عندهم مشاكل في الكبد والكلى ياخدوا ايه مسكنات لو عندهم الم في اسنانهم؟ ياخدوا حاجه اسمها الهيبامول. الهيبامول ده مسكن حلو جدا وامن للناس اللي هم عندهم مشاكل في الكبد والكلى. طيب بقى بالنسبه للناس اللي هم عندهم اضطرابات في المعده وفي نفس الوقت عندهم الم في اسنانهم ومحتاجين ان هم يعالجوا الالم فبنكتب لهم على حقنه فولتارين اللي هي 75 مللي جرام
كل 12 ساعه. ملحوظه اخيره عايز اقولها، هو انك لو عندك الم في اسنانك فبتاخد المسكنات دي ليوم او 2 لحد ما تروح للدكتور وتعالج السبب بتاع الالم ده. حاجه كمان، المسكنات اللي قلنا عليها دي لازم تاخدها برضو تحت اشراف الطبيب. كده نكون قلنا على اشهر المسكنات اللي بنستعملها عشان نقلل الم الاسنان. اكيد طبعا ما قلناش كل المسكنات، بس انا حاولت على قد ما اقدر افيدكم ولو بحاجه بسيطه جدا. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير عشان كل الناس تشوف الفيديو. اتمنى لكم صحه كويسه. سلام.